اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولا ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه 40 في 40 بس بطريقه مختلفه. انا خبزت 2 اسبونج في صاج 40 في 60. كل صاج قسمته على 3. تمام، يعني ال 40 في 60 هيطلع لي 20 و20 و20. تمام. وعملت الصاج الفانيليا بنفس الطريقه. كل صاج عملته ب6 بيضات و400 جرام من الدقيق ومعلقه محسن 35 جرام وكوباية من المية 200 جرام وكوباية من السكر 200 جرام ورشة الفانيليا ومعلقة بيكنج باودر اللي هي 20 جرام. يعني الاسبونج اللي هو 3 بيضات انا عملت منه مرتين في الصاج اللي هو 40 في 60. بصوا بقى، انا هقول لكم على التورته دي. المفروض ان هي انا هعملها على 2 بورد. المفروض ان هي 20 في 20 في 40. يعني هي عايزة كل 20 سنتي يتعملوا لوحدهم. فانا ما عنديش بورد بالمقاس ده، فجبت 2 بورد مقاس 30 في 40 وشلت 10 سنتي من ال30 علشان تديني الطول 40 و20، على ان هي عايزة كل نص يبقى منفصل. يعني عايزة التورتاية 40 في 40 كل 20 سنتي يبقوا لوحدهم. بصوا كده اهو زي ما انتم شايفين. فانا قسمت كده، جبت المسطرة وحددت ال10 سنتي وابتديت اطلعهم كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي الزق، اشيل كل الجزء اللي هو اللي انا مش محتاجاه ده اهو. بصوا، وهبتدي الزق بقى الشريط اللي هو الاحمر تاني. طبعا هشيل بقى كل الزيادات دي بالمقص اهو. يعني انا شلت جنب والجنب التاني هبتدي اشيله كده برضو وهلزقه. هعمل في البورد التانية نفس كده، نفس اللي انا عملته ده. طب ليه ما حطيتهاش على بورد 40 في 40 على طول؟ لان هي محتاجة كل جزء يبقى منفصل. يعني كل جزء يبقى لوحده، تحطه جنب بعض كده بس كل جزء منفصل. بصوا اهو، انا هشيل بقى الباقي بالمسطرة وهظبطه كده زي ما بالمقص، وهظبطه كده زي ما انتم شايفين وهلزقه. وهعمل التانية نفس المقاس بنفس الشكل بنفس كل حاجة، بحيث ان انا لما احطهم الاتنين جنب بعض كده يديني المقاس اللي هو 40 في 40. بصوا، طبعا هجيب التانية وهظبطها برضو كده وابتدي اشيل الزيادات بنفس كل حاجة وهلزقها. وده كده البورد بتاعتي. بالنسبة للسبونشات، انا زي ما قلت لكم كده عملت الصاج اللي هو 40 في 60 وقسمته على 3، كل 20 سنتي في 40 عشان يديني 3 شرايح فانيليا و3 شوكولاتة. التورتايه دي صاحبة التورتايه طالبة ان هي تتعمل زي ما بقول لكم كل جزء منفصل لوحده. فانا الحاجة الوحيدة اللي فكرت فيها ان انا اجيب بوردين كبار وابتدي اشيل الزيادات كده زي ما انتم شايفين. هشيل بقى كل اللي ملوش لازمة كده وابتدي الزقها. يعني ارجع الشريط الاحمر كده مكانه تاني علشان كأن التورته يعني هي كأن البورد جاية كده المقاس ده اهو. جبت ضربت كريمه بيضه، والكريمه اللي انا بشتغل فيها هاي كواليتي. هظبط كده اول جزء او اول شريحه اللي هي 20 في 40. طبعا انا يعني زودت في البورد شويه علشان لسه فيه روزيتات هتتحط كده من الجنب ده، فحاولت ازود شويه لاسيب مسافه يعني. تمام، عشان انت برضو لو جاتلك نفس التورته عن مقاس ال20 هتخليها 22. يعني ما تقطعيش على 20 على طول، علشان برضو لو ايدك وربت او حاجة تبقى برضو عندك زيادة ما تبقاش بوظتي البورد. دايما قطعي، سيبي سنتي كده زيادة او 2 سنتي. انا سبت 2 سنتي عشان الروزتات اللي هتتعمل من الجنب. حطيت اول طبقة وبعد كده التانية وبفرد كريمة زي ما انتم شايفين. والتورته دي هتبقى الوان، يعني لون بينك واللون التاني اسود. طبعا هي اتفقت معايا وقالت لي ان هي، يعني انا قلت لها الاسود ده علشان اطلع لك نفس الدرجه بالظبط اللي انت محتاجاها هغطيها كلها شوكولاته. فهي لقيت دي هتبقى تكلفه عليها فقالت لي لا اعمليها كريمه، يعني اخلي اللون الاسود ده كريمه. فطبعا احنا حتى لو حطينا يعني لون اسود على الكريمه مش بتدينا السواد اللي احنا عايزينه اللي هو بتاع الشوكولاته ده غير لما احط جناش. فانا هوريكم انا عملت ايه كده. بصوا انا بس ايه، حبيت احط كده جزء من الكريمه البيضه الاول قبل اللون، وبعد كده ضربت كريمه تانية وحطيت عليها شويه من اللون الاحمر لغايه ما ظبط معايا الدرجه اللي هي عايزاها بالظبط. بصوا انا بحاول كده ايه اظبط الدنيا وادخلها بقى ايه التلاجة تشد شويه، بعد كده هبتدي اشتغل فيها باللون على طول. انا هخلص جزء جزء يعني الاول وبعد كده هوريكم انا عملت ايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده بلم كده الفرفتة بتاعت الكيك. وانا كده كنت ضاربة 125 جرام من الكريمة اللي هي الكوباية الكبيرة،
وبصوا هو انا مش عارفه النور عندي كان قاطع، والدنيا بصوا كان الاضاءه مش احسن حاجه، بس هو ده اللون ده بينك، وهتشوفه في الاخر يعني، تشوفوا الدرجه في الاخر. ممكن تكون هي مش واضحه دلوقتي، بس هو الدرجه دي افتح درجات ال يعني نقطه واحده من لون احمر ادتني الدرجه البينك. بساوي كده طبعا وبشيل الزيادات. بصوا بسحب كده وبشيل الزيادات. طبعا التورته التانية هقول لكم على شويه حاجات بقى قابلتني، لان انا كنت حاطه جناش فزودت في الجناش شويه، فالجناش ده بيتقل الكريمه عن المعتاد يعني، وبيديها مطه كده شويه. فهقول لكم برضو تتعاملوا معاها ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بحاول اساوي كل الجناب، واي مكان يكون فيه الكريمه فيها قليله ببتدي ازود كريمه. عايزه اقول لكم برضو ان انتوا لا يعني اللايكات انا منسيه فيها، المشاهدات عندي قليله جدا. قولوا لي كده حابين الفترة الجاية نبتدي ننزل بقى الفيديوهات بتاعة الكنافة والبسبوسة والحلويات الشرقي عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ونشتغل بقى على طول في الكحك والبسكوت، ولا الدنيا انتوا حابينها ازاي؟ بصوا انا كده خلصت كده، وهبتدي اجيب بقى ايه القمع بتاع البيدي فور الوسط، وابتدي اعمل روزتات من الاربع جناب. بصوا طبعا هي التورتيه زي ما قلت لكم هي عايزه كل جزء يبقى منفصل. تمام. والله انا لما عملت سيرش كده على التورت دي لقيت فيه منها اشكال كتير جدا، وشكل القلب برضو مقسوم نصين ومدور ومستطيل ومربع وحاجات كتير قوي. فعجبني الفكره يعني، ان شاء الله هحاول اعمل منها شكل القلب تحفه قوي 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 يعني، لما يبقى كل نص لوحده. بس بفكر بقى، بصوا انا طبعا معلش اللقطه دي اتحذفت مني. انا ضربت كريمه عادي بيضه وابتديت احط عليها لون اسود، وبعد كده زودت بجناش عشان يطلع لي الدرجه دي. تمام. وسبته شويه لحد ما الدرجه ظبطت معايا. طبعا انا عملت طبقات، قلت بقى خلاص بقى اعمل كله برضو حتى الحشو من جوه كانت هي حابه ان هو يبقى نفس الدرجه. فهقول لكم برضو التكلفة. انا كده كنت يعني عملت اول 125 جرام من الكريمة، فاض منها شوية صغيرين للروزتات، وبعد كده 125 جرام تاني للجزء التاني. يعني هي التورتاية كده خدت مني حوالي ربع كيلو من الكريمة، اللي هو التورتاية كاملة بالفينش بتقفلها. بس طبعا هي يعني يا دوبك هي التقفيل والروزتات، يعني ما فيهاش اي حاجة تانية غير كده. يعني يعتبر التكلفة بتاعتها في الشوكولاتة الجناش اللي اتحط على الكريمة دي. صح. طبعا انا لما بحط الجناش وبحط لما حطيتها في التلاجة شوية حسيت ان هي ادت مطة، فرجعت ضربتها تاني. بصوا وانا بشتغل فيها حاسة ان هي تقيلة يعني، تقيلة كده وانا بشتغل. فروحت جايبة مية دافية، وابتديت كل ما اشتغل انزل ايه الاسباتيول كده فيها شوية، علشان ما تدينيش فراغات، وكمان تبقى سهلة في الفرد. يعني كنت حاسة ان هي ايه عارفين مش عارفة، حاسة ان ملزقة كده متعرفوش في ايه. فابتديت احط كده الاسباتول كده معايا في المية الدافية، ابتدى يظبط معايا الدنيا شوية. انت برضو انت بتشتغلي حسيتي ان في حاجة في الكريمة ابتدي اعملي كده. بصوا ابتدي اسحب كده اهو، زي ما انتم شايفين كده بلم كل الزيادات اهو. حسيت ان انا ايه يعني ابتدت تعمل معايا فراغات، فابتديت اظبط الدنيا تاني كده بالميه الدافيه. ظبطت بقى معايا والدنيا تمام. عشان ما ترجعيش تلمي كل الكريمه دي تاني وترجعي تضربيها تاني لما تحسي ان هي فرغت معاكي. فلا سوي كده او خلي السطح بتاعها المس كده وناعم بالميه الدافيه. بس وانا بشتغل حسيت بقى يعني بقول ايه ده، هي ليه فرغت كده معايا، مع ان انا يعني ضربتها كويس. بس مش عارفه ممكن يكون مثلا الجناش كان كتير، مش عارفه يعني، اول مره تصادفني كده. بس انا ايه حليت الموضوع بان انا زي ما بقول لكم اشتغلت بميه دافيه كده، فظبطت معايا الدنيا. كنت بزود بقى اي مكان كده فيه كريمه قليله كنت برجع ازودها. زي ما انتم شايفين كده بلم اهو الزيادات كلها. زي ما انتم شايفين كده اهو. بص ابتديت اعمل برضو روزتات بنفس الشكل كده. حاولت على قد ما اقدر بقى اظبطها، وابتديت اعمل برضو روزتات كده من اربع جوانب من تحت. هي التورتايه ما فيهاش شغل كتير، بس وشكل مختلف برضو.
تدخليها عندك كده، ممكن تعملي منها كل المقاسات. بص اهو، الاتنين بقى جنب بعض، وهبتدي اكتب هنا. كتبت على الاسود او الغامقه باي 16، والتانية هلو 17. ودي كانت التورتايه بتاعتي. يا رب الفيديو كان عجبكم، شكرا لكم.